لا خلينا نشوف الدافع. ادفعنا عن رسول الله صلى الله عليه واله، امر لرسول الله قد زنت. شلون هاي الامه في بيت رسول الله زنت في صحيح مسلم؟ والله ما تدفع لي. اول شيء اريد اجاوبك على كلامك. ارد على كلامي. اي كلامك انت الان. لا قلت ان المهدي كل واحد يصعد نفتح له موضوع يا حبيبي. نصر خلي نشوف العالم. انت الان قلت ان المهدي راح يحكم بكتاب كتاب الله، وهذا مو صحيح، لان الروايه تقول انه يحكم. اولا الشريعه تختلف، شريعه محمد تختلف عن البينه. تعرف شنو البينه؟ والله علمنا، نحن نعرف شريعه ال داوود. هسه علمك شوف البينه شنو. رسول الله عندما عنده أما لرسول الله قد زنت، فأرسل علي بن أبي طالب أن يقيم عليها الحد، فوجدها عهد نفاس، يعني جايبة. فرجع علي بن أبي طالب لرسول الله فقال له: يا رسول الله، إنها عهد نفاس، وإن جلدتها تموت. قال: أحسنت. الإمام المهدي من الله سبحانه وتعالى، ما له علاقة بالبينة ولا له علاقة بالشهود، لأنه يحكم 8 مليار. إذا يريد يطبق العهد الإلهي والعدل الإلهي مستحيل يشهد، لا اللص يقدر يحاسبه. من وين جبت هذا؟ يعني كيف الرسول يطلب الشهاد وأمير المؤمنين يطلب الشهود ويطلب بحكم الله، والمهدي ما يطلب هذا؟ أنا أقول لك من وين جبتها؟ اسمع هل كانوا آل داود يحكمون بحكم الله لو بالبينة؟ يعني راح يحكم بحكم آل داود؟ هو شنو حكم آل داود؟ حكم اليهود والنصارى؟ ايه يعني يهودي داود والله هذا دينهم. بس اسمعني، دينهم هو هل يحكم بدين محمد او لا؟ محمد عنده شريعه ولا ما عنده شريعه؟ بس افهمني يا اخي انت شنو حكم آل داود؟ شنو بس محمد عنده حكم وعنده شريعه ولا لا؟ بس افهمني. النبي محمد عندما سرقت الناقه مالته، هل يستطيع النبي محمد بعلمه من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ هذه الناقة ويقول هي لي؟ نعم. ليش ما أخذها؟ يا أخي هذا رب العالمين قال له ما تأخذها. هذا رب العالمين وين هذا رب العالمين؟ يعني أنت تنكر وجود رب العالمين؟ أنت تقول هذا للموجود، وينه؟ يا أخي هذا حكم. تعرف ما معنى حكم بآل داوود؟ يعني حكم بالتوراة والإنجيل والكتب السماوية الأخرى. ولك لا لك الله يقول: أليس الحكم بآل داوود هو حكمه بشريعة آل داوود؟ نعم. داوود من هو داوود؟ نجمة داوود وداوود من هم يعني؟ هذا الغبي ويقول لك معروف حكم داوود وما ادري شنو. انا غلطان حبيبي، استغفر الله. حبيبي أما لرسول الله قد زنت، هذه الأمة في بيت رسول الله على أي فراش زنت؟ تفضل. والله أنا ما تهمني هذه، لا تدخلني النار ولا الجنة. أما أريد المهدي اللي راح يحكم بحكم آل داوود، راح يحكم بشلام وخربش دربش إنه باليهودية. إحنا ما عندنا هذه يا حبيبي، نحن عندنا دين الإسلام وعندنا قوانين إسلامية. يعني بحكم اليهود أنت ايش فيك؟ حكم داوود حكم حكم داوود يا حبيبي. افهم آل داوود. الله سبحانه وتعالى يعني آل محمد ايش بيهم ما يحكم بحكم آل محمد؟ بس افهمني، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم بأنه فلان يقتل فلان لو لا؟ لا يعلم الغيب كله محمد صلى الله عليه وسلم. ما يخالف، أعرف ما يعرف الغيب، ولكن هل يعلم من الله؟ بس انت عارف انه ما يعرف؟ بس افهمني. الله الا ما علمه الله سبحانه وتعالى. ليش زلقت في الميه؟ زلقت في الميه وطاحت يا بالا شيخ بلالا. حبيبي هو قاعد يمشي. الامام يعلم والرسول يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما في اصلاب الرجال وارحام النساء. والله نتعلم منك يا حبيبي. مو قلت لك يا حبيبي رسول الله يعلم من الله وليس من ذاته، فالله علمه
بأنه قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هل كان يعلم من هي الفئة الباغية؟ سؤال. هل كان يعلم؟ مو يعرف؟ هل كان يعلم؟ لا، شلون يقول له تقتلك الفئة الباغية؟ يدعونك إلى الجنة، إلى النار وتدعوهم إلى الجنة. نعم، نعم يعلم الفئة التي راح تقتلها، أما الناس اللي راح يقتلوه الله أعلم، هذا من علم الغيب عند الله. هل كان يعلم بأن عمار تقتله الفئة الباغية؟ الله أباه، قال له قل للناس أن عمار راح يقتلوه الفئة الباغية، انتهى الأمر. أدري يعلم من هي الفئة الباغية لو لا؟ يعلم، نعم يعلم. لماذا لم يقتلهم رسول الله وهم كانوا موجودين؟ منو اللي قال لك كانوا موجودين؟ بعد معاوية غير الفئة الباغية هو موجود. منو اللي قال لك انه قال معاوية؟ انت الان كذبت، يعني كذبتين في كذبة واحدة. والله ما احكي منو اللي قتل ابويا؟ ما قال انه قتل، يعني سيدنا علي رضى بمعاويه وقال المعاويه لا نستزيدكم في الايمان ولا تزيدوننا في الايمان، وان الظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد، وبعدين تقول لي انت هم الفئه الباغيه. الظاهر شنو الظاهر؟ والله تقدر تسال الامام علي. هسه انا الظاهر انت مسلم صح لو لا؟ ايش ما ادري بيك، يجوز تاكل سمك، ما ايش ما ادري نبي. اي اكل جري انا. اي من فوق من جوا ما ادري بيك منين. واكل ارنب كذلك، واكل ارنب مشوي. انا امامي انت لاني ما وجدت دليل، ما وجدت خرافات، وجدت خرافات تقول ان الجري حرام وانه يحيط في اعماق البحر. اسمع انه الشيخ اسد الله البرلم نزل الى البحر وشاف انه الجري يحيض. نصر ما فهمت. نصر حبيبي انت تاكل موطه؟ الموطه؟ ايه السوريه هذه تبع ايه تعرف مكوناتها شنو؟ مكوناتها حليب، ايه وبعد وسكر، وبعد وثلج، وبعد ومنكهات، يعني تحط فانيليا، تحط احسنت، هذا حلال وحرام، تحط يعني بندق، تحط فستق، تحط يعني جوز، تحط اللهم فزقه، اللهم فزقه تفزيقا. لك يا وين هذن المكونات يدرسونها العلماء، يشوفون منها الحلال ومنها الحرام، ثم هاي العلماء يا ولدي، انا علماء، ربك ما حرمه تقول لي علماء يا حبيبي. العلماء ارميهم كلهم، انا العلماء بالزباله، الا ما ربي ما حرم شيء، ولو يعني حتى حرمه رب العالمين قال ما ارميهم بالزباله كلهم. الله ما حرمها وخلى ان الطيبات وحل لكم الطيبات. بس اسمعني، انا ما اقدر ارمي البخاري بالزباله لان فيه محمد رسول الله وبي كلمه لفظ الجلاله، فلا انت قلت العلماء تحكي لي على العلماء. وهذا الوهابي يرميك يا بخاري انت والاسماء الحسنى ومحمد رسول الله وعمر بن الخطاب وابو بكر كليتكم بالبخاري ويريدكم بالزباله، ويجي واحد يقول على الزباله مثل نبيهم ويدمره، يلا دكلها من اسد. ايه مو مشكل، انا اقول لك الله قال لنا حلال وحرام، ومحمد صلى الله عليه وسلم اتى بشريعه وحرم وحلل، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا، قال لنا الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات، فاجتنبوا المتشابه، اجتنبوا الذي فيه تشابه وفيه اختلاف. الان نعرف الحلال والحرام. اذا انت تجيني وتقول لي علماء الان اكتشفوا بعد 1500 سنة أن فيه ما أعرف شو وأنه حرام. بس افهمني ايش بيك يا حبيبي؟ افهمني. أنت مثلا خلي وحدة أنا على الحلال والحرام، تكرم الحمار حلال؟ ايش بيك؟ الحمار حلال ينوكل؟ ينتكل؟ ايه الرواية في نهج البلاغة يقول سيدي وحبيبي علي عليه السلام نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحم الحمير. أحسنت، يعني الحصان ينوكل؟ هذا اسأل سيدي علي عليه السلام. البغال تنوكل؟
هل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس افهمني يا حبيبي. نعم. يعني الخيل والبغال والحمير هاي حلال لو حرام؟ مكروه. يعني حلال. ايه مو حرام يعني الله اكلها. يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها، انت ليش تاكلها؟ لتركبوها؟ نعم. إيه؟ والبقر ما تركب الناس البقر؟ لا، عندكم صحيح البخاري يقول ان الحرث وليس للركب. واللي في الهند هذا واللي راكبينها في باكستان وفي مصر اللي راكبين الجاموسه، وعندكم انتم في بطحاء يعني البصره وفي ميساء تروح تعبد البقره وانت مسمي روحك تدافع هسه ما ادفع فيك سمكه وانعل دينك. ليش تنعل دين محمد يا حبيبي يا بلالم؟ بشرفكم نحكي على شريعتنا، هو يقول لي الهند. لا يعني كل شيء نركبه محرم ان ناكله. هسه ذا يجي اسمع، انت رايح هسه للهند تتعالج يعني ممنوع اكل لحم الحصان يعني القرن مالته بيك وشالك ورقعك بالقاع. لازم لا من اين حرمت اكل؟ داير بين كرتوب وتعبده وتطلع. ما تقدر اكل لحم الحصان من اين؟ انت ما يصير تشربهم، لازم تعبده وياهم. اذا شيخ بلالم من اين انت اتيت بالتحريم الان؟ انا سالتك سؤال شالك. لا انت قلت لحم الحصان حرام، من وين؟ لانه نركبه، من وين حرمته انت الان؟ اعطيني نص تشريعي من عند الله انه حرم علينا. حلال؟ ما قال حرام، قال لتركبوها يا حبيبي. لا انت قلت الله قال لتركبوها مو لتاكلوها. انا قلت. اي انت قلت، والله انت قلت. هسه انت تركبها لو تاكلها. يا اخي انت قلت انها لتركبوها وليس لتاكلوها. ما قال ما قال لتاكلوها، قال لتركبوها. من وين جبت التحريم؟ مش مدري غير انا سألك. يا اخي انت من وين جبت التحريم؟ يلا تفضل اعطيني الان. اقول لك هسه سيدي وحبيبي علي عليه السلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرم اكل لحم الحمير الاهليه. زين، واذا اجيب لك نص بان رسول الله اكل مطي، شلون؟ اكله مطي؟ ايه مثلك. متى؟ بعد يوم خيبر ولا قبل يوم خيبر؟ بعد خيبر. يلا تفضل هات. محمد الفاطمي طلع عتوب رسول الله حمار. ايش بيك فاكله هو رسول الله. طلع لي يعني مفتي السعوديه بانه يقول اتوا له بحمار فاكل منهن. بعد خيبر يعني نفهم بعد خيبر. يلا تفضل. يلا نريد الوقت والساعه صوصو لما اتوا له بحمار فاكل منه. لا خليك من المسرحيات هذه، خليك. والله العظيم شلون اجاوب؟ جيب لنا الكلام. اذا هو قبل خيبر امر اخر، اذا بعد خيبر بعد ما حرمه كما قالت الروايه في نهج البلاغه يعني النبي كان يشرب خمر قبل لا يتحرم، مو؟ استغفر الله العظيم. لا شلون ياكل حمير قبل لا يتحرم؟ هو حرام اصلا اكل يعني هو حرام من القران. مو حرام حرام، مو حرام في القران. الله لم يحرمه. قال الله ايش قال؟ يا حبيبي يا شيخ بلالم، الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فقط. الحرام هو نفس ابو بكر وعمر ما دافعوا عن النبي يوميه مهزومين، وانتم صدقتوا ابو وليد اسماعيل. نعم ابو بكر وعمر ما دافعوا على رسول الله، ولكن زوجهم بناته وتزوج منهم واصبحوا يعني نسايب وحبايب، وبعدين دفنوا بجنبه. اسمع سوي ميوت. حمار الوحش اكرمكم الله، هل هو مباح او غير مباح او يوكل او ما يوكل؟ اللي ما يوكل الحمار الاهلي، اما حمار الوحش والنبي صلى الله عليه وسلم صيد له صاد احد الصاد صيدا حمار وحش فاعداه لرقبه واكل منه. أما الحمار الاهلي هو المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنما يرث.
قال اخر يلا اثنيناتهم مطايع، هذا وحشي هذا وحشي وهذا يعني شنو الفرق بيناتهم؟ يعني انت تتمطط علينا شيخ اسد ولا يعني ما تفهم؟ الحمار الوحشي حجموه؟ لا هسه هن اثنيناتهم مطايع، مثل مطي دافع المطي ووليد مطي، اثنيناتهم مطايع، هذا ليش حلال وهذا ليش حرام؟ تفضل. سمعتوا ايش قال يوم خيبر ولا ما سمعتوا؟ حبيبي هن اثنيناتهم مطايع. حبيبي سمعتوا ايش قال لك ولا؟ بس افهمني، اكو طلب لي واكو طلب بدون لي، شنو الفرق بيناتهم؟ الطلب لي والطلب غير لي؟ اكو خروف عنده واحد يجي مشحم يعني، وعندما تاكله يعني تضرب عليك الدوخه، تضرب عليك الدوخه وتتبعزز مع يعني بوحدك هيك، بس افهمني، والاخر يعني يكون خفيف شويه يعني اكله. بس افهمني نصر حبيبي، هذا حمار مخطط وهذا حمار بدون تخطيط بخطين بس، هذا شنو الفرق وهذا شنو الفرق؟ ليش هذا حلال وهذا حرام؟ ونفس الشيء تعرف ليش انا هو الحلال. انا هو الحلال عندك انت، راسا نقول اخويا يعني انا هو الحلال انت عندك. شنو انشا عليك؟ انا هو من الحمير الحلال انت عندك الان. بس افهمني يا حبيبي، نعم اذا تاخذوا وياهن صوره بشرفك اكو فرق بينه؟ اذا فرق بينهم كبير، فرق كبير. لو احطك انت فوق حمار وحشي مخطط، يعني لو احطك انت فوق حمار وحشي مخطط راح تظهر يعني مثله، واذا حطك يعني راح بعض حمار عادي يعني حمار اهلي يعني راح يكون ما يشبه لك كثير يعني. ففي فرق يعني بين الوحشي المخطط والعادي الحمير اللي عندنا في البيوت، يعني مو كيف مو مثلهم. عندك واحد بالبيت؟ عندي 3 حمير ولا 4 حمير. نعم. انت وياهم لو بدي طلعت روحك؟ لا خليتهم يعني مخليهم مثلك انت يعني. الحمير الوحشي لانه من الصيد يا اسد الله يا حبيبي يا بلالب. يلا يا حبيبي روح، انتهى واجبك.